يلا بينا بقى نعمل شوية سمك فيليه بتتبيلة رهيبة وسهلة جدا. لو دي أول مرة تشوفوني، أنا أميرة بكري. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه، وما تنسوش اللايك. هنجيب معانا السمك الفيليه، هتجيبي أي نوع، طبعا التتبيلة واحدة. التتبيلة بتاعتنا بقى، أنا عندي الحاجة اللي استخدمتها كل في التتبيلة كلها كانت متجمدة ما عدا الليمون والتوابل. هتضيفنا توم، وكمان عصير 3 ليمونات، وحبة فلفل أخضر، وكمان آه، يعني كام عود بقدونس وكام عود شبت كده. هتقطعيهم كبير وهتحطيهم في الكبة، وكمان حبة من الفلفل الأحمر، أنا كان عندي برضو مفروم ومتجمد. تمام، هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا: ملح وكزبرة وكمون وفلفل أسود وبابريكا ومعلقة من بهارات السمك. تمام، انا كنت نسيت الفلفل الاسود وحطيته بعد التصوير. تمام، وهننزل بقى بالتتبيله بتاعتنا. طبعا التتبيله بتكون سايله عن كده، بس علشان انا كل الخضار معايا كان متجمد، فعشان كده جايه التتبيله متماسكه معايا شويه. هنقلب كويس قوي، هنقلب السمك بتاعنا من كل الجوانب، هندخل التتبيله فيه كويس قوي، وهنسيبه على الاقل كده في التتبيله دي يعني ساعه ونص ساعه، اقل حاجه ما يقلش عن نص ساعه. هننزل بقى بيه، هنجيبه من التتبيله كده. لو التتبيله كتيره هنحاول نخف التتبيله من عليه شويه، وهننزل بيه في الدقيق. انا استخدمت دقيق الحبة الكاملة، لكن عادي ممكن تستخدمي اي نوع دقيق موجود عندك. تمام، هنقلب بقى من الدقيق، فهنقلب السمك بتاعنا في الدقيق كويس قوي، وهننزل بيه في زيت يكون سخن، وهنقلب السمك بتاعنا. مش هنسيبه ياخد لون كامل، هنقلبه بس اهم حاجة ما نقلبش غير لما يكون شمع، علشان واحنا بنقلبه ما يتقشرش معانا الكفر اللي احنا عملناه ده، ويكون شكله مش ظريف، وكمان طعمه مش هيكون حلو. تمام، وهنقلبها كذا مرة كده لحد ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه، ومش بياخد وقت خالص على فكرة. زي ما انتوا شايفين قلبتها كذا مرة، ما سبتهاش تستوي على مرة واحدة عشان تاخد لون كويس، ما تبقاش محروقة كده. تمام، زي ما انتوا شايفين شكله يفتح النفس مع رز اللي بالخلطة الجميل ده. ان شاء الله بقى انزله لكم في فيديو تاني، بجد تحفة. ولو الفيديو عجبكم ووصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسوش تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.